السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا موضوعين كده على السريع. طبعا خلاص احنا داخلين على الجولة الأخيرة كده من بطولة الدوري المصري، وطبعا تويتة إمام عاشور وموضوع أكرم وزيزو وحسين لبيب يقترب من الرحيل والصفقات المشبوهة وشوية حاجات كده عندنا النهاردة إن شاء الله. نبدأ بإيه؟ نبدأ بالتويتة بتاع إمام عاشور. إمام عاشور بيقول علي ابن أبي طالب: الرجولة هي أن تكون حكيما في اتخاذ القرارات وأن تعمل بشكل عادل ومنصف في جميع الأمور. معناها إيه؟ العدل في المساوية، السوية مع تريزيجيه مع زيزو بس. فدول هياخدوا مبالغ، فأنا عايز برضو مبالغ. إمام على فكرة إمام عاشور باخد 15 مليون، والاهلي كلم الوكيل بتاعه احمد يحيى على قبول انه هياخد 30، فامام رفض نهائي. فامام قال له: انا بص، انا جاي من الخليج من بره، وتريزيجيه جاي من بره، فانا عايز زي تريزيجيه. دي معلومه. فطبعا هنشوف بقى ايه. الاهلي اجل الموضوع لحد بعد كاس العالم، وامام جاله عروض حلوه هو وسام، فهنشوفهم خارج الاهلي بعد كاس العالم. طبعا ده كان موضوع امام. موضوع التاني طبعا موضوع الناس عماله تقول لك اكرم بيلعب لحد اخر دقيقه والزمالك مش راضي يلعب زيزو. في فرق. اكرم جه صريح مع الاهلي، قال له: انا جالي عرض من الشمال القطري ومضيت، خلصت او مش خلصت، او هجالي عرض بكذا، هتديني كذا ولا همشي؟ قال له: لا، الباب مفتوح. والاهلي كان محتاجه ولعبه عشان جه صريح معاه، غير زيزو اللي كان بيحلف بالله انه ما مضى وانه ما وقع لاي نادي وانه موجود في الزمالك. فده غير ده، ما تقارنش ده بده. تاني حاجه، رامي ربيعه خلاص بره الاهلي رسميا، بره الاهلي، وزي ما قلنا كده راح العين الامارات، وهتشوفوه بكاس العالم. حسين لبيب طبعا بعد ربنا يشفيه كده ويرجع بالسلامه، طبعا بعد تغيبه عن النادي ولمده 3 اسابيع، فبيدرس انه يتقدم باستقاله بعد كاس مصر، بعد الموسم يخلص كده وكاس مصر، فبيدرس انه يقدم باستقالته. فلسه هنشوف بقى الوزير اشرف صبحي هيقبل الاستقاله ولا لا، فهنشوف الايام اللي جايه ايه. في موضوعين كده بقى عايز اتكلم فيهم. هنبدا بالصفقات المشبوهه، اللي هي عندك دلوقتي الاهلي قبل حسم الدوري ب3 4 جولات دخل بقى في مفاوضات مع محمد يوسف قبل ما يلعب الحرس، وهو مدرب الحرس، وشفناه كان فرحان ازاي يوم الخمسة. راح جابه قبل ما يقابل حرس الحدود باسبوع، راحوا جابوا من الحرس وبدأ يفاوض السياحة. ما تشوفيش الكلام ده الا في الدوري المصري. طب ما انت هو يلعب معاك يعني الماتش جاي؟ ما تسيبه بعد الدوري ما يخلص. لا، كمان دخل في مفاوضات مع مين؟ مع لاعيبه فاركو. ليه؟ ما خلاص يعني، سيب لما الماتش يخلص والمباراه تخلص طب اجيبه. سيبكم بقى من الكلام ده، سيبكم من الكلام ده. الموضوع الاهم بقى في الساحه الرياضيه، مش عارف يعني اقول ايه. شوبير بيسأل فلوس الزمالك منين؟ شوبير على قناه الاهلي لما يبقى اعلامي كبير كده ويطلع فلوس الاهلي فلوس الزمالك منين؟ يعني مصر كلها عارفه ان الزمالك الفرع الجديد بتاع 6 اكتوبر بيدخل له فلوس، فبيسدد المستحقات اللعيبه اللي هي المتاخره، وشويه في الكاف وشويه وبتمشي. طيب مصر كلها والاهلاويه قبل الزملكاويه بيسالوا يا شوبير فلوس الاهلي منين؟ محدش بيطلع يرد. الكلام ده مش من النهارده ولا من اسبوع ولا من شهر. بيسالوا كده فلوس الاهلي منين؟ محدش بيسال، فمش عارفين. فده كان موضوع. شكرا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.